28 من فبراير 2024 الساعة 11:05 صباحا. تنبثق نقطتان أساسيتان من الزيارة التي قام بها يوم الاثنين 26 من فبراير إلى الرباط الرئيس الجديد للدبلوماسية الفرنسية، رغبة باريس المعلنة في المضي قدما في دعم مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية على الصحراء والتزامها الثابت بدعم الاستثمارات والمشاريع التنموية في المحافظات الجنوبية. إنه كثير ولكنه ليس كافيا، ويبقى أن نرى كيف سيتم تجسيد ذلك، وما هي الأمور الملموسة التي ستترتب على ذلك. وتكمن أهمية هذه الزيارة على الأقل في وضع حد للركود الطويل وغير السار في العلاقات بين المغرب وفرنسا. إن الزيارة الخاطفة التي قام بها الرئيس الجديد للدبلوماسية الفرنسية ستيفان سيغورني إلى الرباط مكنت في المقام الأول من طرح جميع القضايا التي توحد وتفرق البلدين على الطاولة. كان ذلك يوم الاثنين 26 من فبراير بعد مقابلة طويلة مع وزير الخارجية ناصر بواريطة. بالنسبة لأولئك الذين كانوا ينتظرون إعلانات مثيرة أو إعلانات مذهلة، ترقبوا ذلك. وقد أعطى ستيفن سيغورني الذي كان حذرا للغاية الانطباع بأن هذا النهج كان غاية في حد ذاته، وأن الباقي الملموس سيأتي لاحقا. لكن على الرغم من خجلها، إلا أن الزيارة بحد ذاتها تشكل خطوة إلى الأمام. وفي انتظار قيام باريس بالخطوة الحقيقية التي طال انتظارها، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء، والخروج عن الصيغة الجامدة التي دأبت على تكرارها منذ 2007، معتبرة مخطط الحكم الذاتي حلا من بين حلول أخرى لقضية الصحراء. بينما يطالب المغرب، وهو محق، بأن تكون خطة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد لهذا الصراع المصطنع. أما الرباط، فإن كل شيء سيأتي بعد ذلك، بحسب ما أكد مصدر مقرب من هذا الأمر، مذكرا في هذا الصدد بالخطاب الذي ألقاه الملك يوم 20 من أغسطس 2022 بمناسبة عيد ميلاد الملك 69. والثورة الشعبية التي يؤكد فيها أن قضية الصحراء هي المشهد الذي ينظر من خلاله، ومن خلاله يتجه المغرب نحو العالم. وأوضح الملك في ظل هذه التطورات الإيجابية التي تهم بلدانا في مختلف القارات، أوجه رسالة واضحة للجميع: قضية الصحراء هي العدسة التي ينظر من خلالها المغرب إلى العالم، وهذه هي الرؤية الواضحة والبسيطة لمشكلة الصحراء، المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات وفعالية الشراكات. إنها العبارة التي أصبحت منذ ذلك الحين المعيار الذهبي للسياسة الخارجية للدولة. ووجه الملك محمد السادس في نفس الخطاب خطابا إلى العديد من شركاء المملكة التقليديين والجدد، الذين لا تزال مواقفهم بشأن قضية الصحراء غامضة. وقال: نتوقع من بعض الدول توضيح مواقفها ومراجعة مضمونها بما لا يقبل أي تأويل. وتعلم فرنسا جيدا إلى أي حد تعتبر الصحراء الغربية مسألة وجودية بالنسبة للمغاربة، كما أكد ذلك رئيس دبلوماسيتها. وتتميز النعت الذي استخدمه ستيفان سيغورني بوضوحه، ويتجاوز النعت الذي استخدمته السلطات الفرنسية في الماضي، مثل الملف الحساس وغيره. إن حضوري يعني أن هذه القضية لا تشكل شاغلا كبيرا للمغاربة فحسب، بل إنها مرتبطة تماما بهويتهم كأمة. وهذا يعني الاعتراف بالحاجة الملحة لاتخاذ موقف واضح.